السلام عليكم البنات الغزالات الفنات نورات ديالي. مرحبا بكم بهذا الفيديو اللي غيكون فيه تحضيرات مسبقه. غنمشي للبحر وغنوزد شي حويجات اللي غنديهم معي. اول حاجه هنا بديت بها هي البسبوسه. عملت جوج كيسان عفوا جوج بيضات، عملت كاس الزيت، كاس الحليب، كاس مع مرشية سكر فاني. صافي غنخلط الكل مزيان. غنزيد عليهم قهوه سريعه الذوبان، وغنزيد عليهم 3 معالق كبارين د الكاكاو. انا استعملت الكاكاو الحلو، على ديك الشيء حاولت نستعمل غير كميه قليله من السكر حيت الكاكاو عندي حلو. صافي هنا زديت جوج كيسان سميده. انا هنا عبرت بكاس صغير، نتوما الا عبرتوا بنفس الكاس اللي عبرتوا به المقادير اخرين عملوا كاس ونص. صافي عملت جوج خمارات الحلوى فئه 8 غرام. كنخلط الخليط مزيان، كندخلو الفران مشعل من قبل على 180 درجه من الاسفل ومن الاعلى، من الاسفل عفوا، حتى كطلع عاد كنشعلوا لها شويه من الفوق وكنخرجوها. هنا زديت حتى واحد شويه الخل، نسيت ما ذكرتوش. صافي الفران كان كما قلت لكم مسخن عندي من قبل، كندخلو. وبالنسبه للسقي انا غنسقيه بكاس قهوه سريعه الذوبان مع الحليب، كيجي رائع بزاف. صدقوني هاد البسبوسه كتجي اكثر من رائعه. وعندي حتى طريقه اخرى صحيه اللي بغيتوني نشاركها معكم. ها هي هنا البسبوسه ديالي. ها انتم البنات، ها هي البسبوسه ديالي من بعد ما طابت. دابا غنسقيها. المهم انا البسبوسه كنعملها بطريقه اخرى صحيه على حسابي انا، ولكن دابا مادام انني غنديها معايا لعائله راجلي ونعملو حنا بها ميريندا في الطريق، فعملتها الطريقه العاديه. صافي كنظن هاد الكميه غتكون كافيه، نخليها حتى تبرد تماما عاد نعملها في الثلاجه. بالنسبه للتزيين كما كتشوفوا زينت شويه كونفليكس اللي شبرت وهرمشتو شويه بيدي. صافي هنا ثاني وصفه اللي هما لي مادلين، عملتها هما فيهم جوج بيضات، عملت فيهم شويه المليحه، شويه سكر فاني تقريبا واحد شاسي. هنا انا استعملت سكر التمر. هنا سكر التمر دغيا كيتكور فحال هيدا، ولكن صافي غير كيفزك كيتطلق. عملت معاه المهم حاولت انني بعدا نطربهم شويه. من بعد زديت عليهم كاس الحليب، زبدة مذوبة تقريبا كاس، قل ربع. صافي الزبدة خليوها حتى تذوب. المهم هنا واحد دانون انا استعملت دانون البنان. صافي كنخلط المكونات ديالي مزيان. هنا الزبده كما قلت لكم حاولوا تخليوها تبرد شويه باش ما طيب لكمش داك البيضات، انا خليتها حتى بردت. صافي عاد سديتها. بالنسبه للطحين استعملت كاس الطحين، كاس كبير د الطحين زديته تدريجيا. هنا عملت الكاس الاول كامل. صافي فديت ليه كميه الطحين كانت هي هذيك، مع باقي غنزيدو هنا جوج خمارات مع واحد هكا واحد شويه بيكربونات صودا والخل. صافي كما كتشوفوا القوام كيجي عليه. هانتوما البنات غنستعمل هادو، نتوما تقدروا تستعملوا المول وتعملوا فيه كويقات. صافي انا غنستعمل هادو. عملت الخليط ديالي هنا كما كتشوفوا، ما عرفتش واش التصوير واضح ولا لا حتى بدا كيطيح لي. وغنعمر على حساب القوالب اللي عندي. صافي بالنسبه لي هاد الكميه غتكون مزيانه. غنكملهم كاملين ونرجع معكم. بالنسبه للفران طبعا البنات كيكون مسخن مزيان من قبل على 180 درجه، الحراره من الاسفل ومن الاعلى. تقريبا واحد ربع ساعه كيكونوا واجدين، ما كنتعطلوش عليهم بزاف الطياب. هنا كاضافه اختياريه عملت شويه رقائق الشوكولا اللي كيجيو باينين هكا في الوسط وكيجيو مزيونين. المهم تقريبا صراحه هادشي كامل ما داليش الوقت، نص ساعه كنت موجده هادشي كامل مقاد داكشي في بواطات وكل شيء. غير انا بديت حتى العشيه عاد بديت كنوجد هادشي هذا. هنا كما كتشوفوا بديت كنستف كل حاجه في بواطه ديالها. لي مادلين عملتهم في هاد البواطات اللي شريتهم من بيم. صافي وتبسبوسه وكيك ديالي حتى هو غنصطفو بنفس الطريقه.
هاد الكيكه قسما بالله البنات اللي كتجي كتعمق صراحه جربوها على ضمانتي، كتجي مزيونه بزاف، هشيشه معلكه، المهم مجموع فيها كل شيء، مذاق البنان، الشوكولات، الكركاع كيجي كامل. يعني تخيلوا هاد الخليط هذا كيفاش غيكون جا. المهم نتمنى انكم تكونوا جربتوها، وإلا جربتوا البنات اي وصفه سردوها لي في الانستغرام اللي ديما كنخلي لكم في صندوق الوصف. هنا وجدت هاد البوطه عملت فيها شويه الكاطو، طبعا انا ما غناكلشي. هنا بالنسبه للبسبوسه صافي غنقطع القطع وغنعملها حتى هي في البواطه كما غتشوفوا في الفيديو. غنخليها حتى تبرد تماما بحراره المطبخ. هنا راه كانت باقا سخونه شويه، كانتش بارده، وصافي غنعملها بالبواطه بكلشي في النبيره باش لغدا تصبح بارده مزيان. شوفوا البنات من بعد ما قطعتها معكم كيفاش كتجي متشربه ناجحه. صراحه هاد الوصفه هاد البسبوسه ناجحه 100%، بخصوص بهذا المذاق هذا كتجي شويه مبدله على البسبوسه العاديه. وحيت غدا البنات عارفه عندي الصباح عامر، غنوجد حتى الفطور ديالي. غنوجد شويه د الحبوب الشيه، غنعمل هاد المره بالمذاق الكاكاو. في الصباح غنزيدها من فوقي ولا اي حاجه صافي وغنفطر بها، حيت عارفه غدا باقي خصني نوجد شحال من حاجه، باقي خصني نقاد حوايجي. المهم هنايا الحليب ديال السلالي بقى غير هاد شويه، غنزيد عليه شويه من الحليب العادي صافي، وغنعمل الحبوب الشيه والكاكاو. هنا البنات صافي كلشي وجدت بلاصتو. زديت هاد البواطه عملت فيها شويه اللوز وصافي انا موجده كلشي. دابا غيبقى لي ان شاء الله نشارك معكم التكميله في الفيديو. هانتوما البنات كنظره اولى على شنو وجدت. ان شاء الله في الفيديو الثاني غنشارك معكم التتمه. باقا غنعدل شحال من حاجه الا كتب نشاركها معكم. هذا الكيك ديالي الصحي، هذه بسبوسه اللي شاركت معكم دابا، هادو المادلين اللي كيعتبروا حتى هما صحيين، ما فيهمش السكر، فيهم طحين بيض، ولكن مهم اهم حاجه هي السكر ما فيهمش. انا ما غناكلش منهم طبعا. هنا شويه الحلوى جمعتها. هاد البسبوسه هي اللي شاطت لي ما تقدتش في البواطه، غنعملها سلوفان ونحطها في الثلاجه صافي. هذه هي الحصيله التحضيرات تقريبا. هادشي كامل قدرت انني نوجدو. بصراحه البسبوسه وهاد المادلين داو لي ما كاملاش صراحه حتى 20 دقيقه، حيت صافي عملت بسبوسه طيب وموراها نيش نخلط مادلين دخلتهم يطيبوا. بسبوسه دغيا كطيب، مادلين دغيا كطيب صافي، ما خداوليش بزاف د الوقت. كيكه كانت عندي، الحلوى كانت عندي صافي. غدا غنزيد نوجد شي حاجه مالحه، شي كراتان هيدا. المهم غنوجد اللي كتب الله باش نديوه معانا. دابا البنات من بعد ما ساليت وحطيت كل حاجه في بلاصتها، خليت البسبوسه باقا تزيد تبرد شويه، نعملها في الثلاجه. مادينا نخليهم غير على برا. صافي جبرت كليمه شعلتها لان صافي الحراره بزاف ما قدرتش نكمل بلا بيها. ودابا غنجلس وغنقول لكم بسلامه، وغنضرب لكم موعد مع فيديو اخر والجزء الثاني ان شاء الله يا ربي من هاد الخرجه اللي غنعمل للبحر. تخيلوا انا اول تبحيره عندي دابا هذا شهر 8، انا اول مره كنمشي للبحر. شهر 7 مشيت شي مره. انا ماشي من العاشقه يعني البحر نعوم وداكشي، ولكن المهم
كيعجبني نمشي نجلس في البحر، نعمل بيكنيك، ناكل. على هيدا كما كتشوفوا وجدت لهم شحال من حاجه، وباقي غنعمل شي حوايج اخرين ان شاء الله. في فيديو الماجي غنشاركهم معكم. بسلامه عليكم.